السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قلت اعمل الفيديو ده يعني، والساعه دلوقتي واحده بالليل. بس الموضوع ايه؟ عصبني قوي. هو يعني عادي، يعني هو بالنسبه لي يبقى عادي، بس بالنسبه يعني للي متلقحين عندنا في مصر، مش عارفه. لما انا برضو هرجع واسال السوري تاني، انت ايه احساسك وانت علم بلد تانية بيترفع في بلدك؟ يعني انا شفت صورة لعلم تركيا بيترفع في قلعة معرفش ايه عندكم في حلب. ايه يا حضرتك؟ ايه اللي بيمشي هنا؟ اللي بيمشي هنا ايه؟ ده لو ميه كانت زمانها فارت. يعني لو ميه كانت زمانها فارت من القهر، الزعل، من الحرقان اللي هيجيلك لما تشوف المنظر ده. انما ما همكوش اي حاجه كده؟ يعني انتوا شفتوا وسقفتوا وطبلتوا على الهبل ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ مبسوطين برفع علم غير علم بلدكم في حلب، ومش هاممكم، ومفيش، مش شايفه اي رد فعل من اي سوري. يعني انا حتى اللي بره مصر، اللي بره قصدي سوريا، مش محروقين، مش زعلانين. مفيش رد فعل منهم غير انهم بيشجعوا الجيش الحر هناك في سوريا اللي وقف ضد بشار وبيضربوا بعض. يعني سايبين الجولان محتل من اليهود، بس بيضربوا في بعض. الله عليكم، الله عليكم بجد. يعني انا مش فاهمه. المفروض اللي بيجري في دمكم ده ايه؟ اللي بيجري في عروقكم ايه؟ اكيد مش دم احمر زي البني ادمين. لا لا لا، مش هقول الحيوانات والله العظيم، لان الحيوانات لو حد جيت عدى على زربتها بتنطحه. لو حد جيت عدى على صاحبها اللي مربيها بتنطحه. انما انتوا مفيش رد فعل خالص خالص. ده ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ انا مش فاهم. لما تقلب كده وتلاقي علم تاني خالص غير علم بلدك بيتعلق على مكان كبير زي القلعة دي، ومكان تاريخي، وانت قاعد تتفرج. انا عايزة اعرف ايه اللي بيحصل لكم. والله انا مش شايفة رد فعل حتى من السوريين، مش شايفة رد فعل. لا رد فعل يقول صح، ولا رد فعل بيقول غلط. عادي يعني، عادي. ايه المشكلة؟ خلاص راحت سوريا، ايه المشكلة ان احنا هنتكلم هنعمل بها ايه؟ صح، ده رد فعلكم؟ ده المفروض ان ده رد فعل الناس الطبيعية؟ ما اعتقدش. ما اعتقدش ان انت كطبيعي وتبقى وعندك اصل، والمفروض كان عندك وطن، ان انت ترضى بحاجه زي كده. يعني انت كده معدوم الاصل. معدوم الاصل والوطن والاخلاق وكل حاجه. الوطن شرف. الوطن شرف. انا مش شايفه الصراحه ان انتوا عندكم الحكايه دي نهائي. نهائي. مش عارفه اقول ايه. مش عارفه اقول ايه. انتوا مالكوش خير في بلدكم. طبيعي مش هيبقى لكم خير في اي بلد. اي بلد. مصر. هتكلم عن بلد، انا مش دعوه بالبلد التانية. مش هيبقى فيكوا خير لينا في بلدنا. يا مصر لو حصل لها حاجه يا هتهربوا، يا هتبقوا في صف الاعداء. وبرده زي ما انا قلت قبل كده في فيديو تاني، اكبر دليل كان وجودكم في رابعه. يعني اكبر دليل في وجودكم في رابعه. فطبيعي مش هيبقى عندكم اخلاق في بلدكم علشان يبقى عندكم اخلاق في بلدكم. ومش هيبقى عندكم، مش هتشيلوا الجميل عامة يعني. مش هيبقى عندكم اصل اساسا. يعني يعني انا عارفة ان انتوا اول ناس هتطعنونا في ظهرنا لو حصل حاجة في بلدنا. مش عارفة والله العظيم انا اقول ايه. وانتم قاعدين مفيش رد فعل نهائي على اللي بيحصل في بلدكم دي. انا مش عارفة.
انا مش شايفه فيديو الواحد فيكم حتى بيتكلم، الا اللي بيتكلموا بقى وبيتاجروا بالقضيه، زي اللي هم تبع حماس اللي بيتاجروا بقضيتهم عادي. يعني انا مش شايفه غير كده. انا مش شايفه ان غير ان انتوا طالعين تتاجروا بالقضيه بتاعتكم بس، انتوا كمان. مش عارفه، انا مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اقول ايه غير ربنا يعين الغلابه اللي هناك، وربنا معاهم اللي ما عرفوش يطلعوا من سوريا، مع ان ما اعتقدش ان في اساسا حد في سوريا حاليا. بس ربنا معاهم ويتولاهم برحمته. واقول لكم انا كمصريه، ما تحاولوش تفكروا ان انتوا تاذوا المصريين، او لو حصل حاجه تبقوا اعداء لينا، لان احنا كده كده بندوس اي حد يقف قصادنا. اي حد بيقف قصادنا بندوسه، طالما جه علينا بندوسه. فيعني انا اقول لكم كده، حاولوا ما تجوش جنبنا، حاولوا ت... يعني الجميل بتاعنا يفضل على راسكم، ما تنكروش الجميل زي غيركم. السلام عليكم.